برطمان التونة اللي انتوا شايفينه ده مش جاهز ولا اشتريته من بره. النهارده هنعمل مع بعض التونة من اول اختيار المكونات لحد التعقيم بنفس طعم التونة اللي بنجيبها من بره، ويمكن احسن كمان. هنعقم المكان اللي هنشتغل فيه كويس بخل وليمون، ودي اهم خطوة. يلا بينا نبدأ، نسمي الله ونصلي على رسول الله. هنجيب سمكة تونة طازة، وانا عن نفسي بعملها بسمك الماكريل وبتطلع تحفة معايا، وملح وورق لورا وفلفل اسود حب وليمون وزيت نباتي او زيت زيتون حسب ذوقك. هنغسل السمكة كويس ونقطعها قطع متوسطة ونعصر عليها ليمون ونسيبها 10 دقايق، وفي حلة فيها مية على النار ننزل بالسمك اللي قطعناه ونضيف عليه الملح وورق اللورا وحبوب الفلفل الاسود ونسيبهم يستووا من 15 ل 20 دقيقة، ونخلي بالنا ان هو يستوي من غير ما ينشف. ودلوقتي نطلع السمك، وبعد ما يبرد هنشيل الجلد والشوك ونفتته قطع حسب ذوقك. وفي الوقت ده نحضر برطمان يكون ازاز والغطا بتاعه صاج، وفي حلة فيها قطعة قماش ومية بتغلي نعقمه. ولو سألتيني قطعة القماش دي فايدتها ايه، ده عشان البرطمان ما يتكسرش لو خبط في الحلة مع الغليان. ودلوقتي نحط قطع التونة اللي فتتناها جوه البرطمان ونضيف الزيت اللي اخترتيه، ومهم جدا ان الزيت يكون مغطي السمك بالكامل. ونخلي بالنا ان احنا نسيب فراغ جوه البرطمان ما يقلش عن 2 سم. هنقفل البرطمان كويس ونسيبه يغلي حوالي 30 دقيقة. نطلع البرطمان ونخليه مقلوب بالعكس ونسيبه يبرد، ودي نفس فكرة الضغط في المصانع. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نكمل بيكم. دلوقتي نضغط على نص الغطا، لو لقيتيه ثابت وما بيعملش صوت تكة يبقى كده الهواء اتسحب. ولو حابين الحلقة الجاية تكون عن سلطة التونة قولوا لي رأيكم في التعليقات. ودلوقتي التونة بتاعتنا جاهزة، انضف بكتير واوفر، وبالهنا والشفا.